هنشرح اللي هو diffraction grafting اللي هو محظوظ الحيود. ايه هو محظوظ الحيود دون او عبارة عن ايه؟ فهو بيكون عبارة عن شريحة، والشريحة دي فيها فتحات كتيرة خالص، والفتحات دي بتبقى صغيرة جدا جدا جدا، فالضوء بيخش منها، بيحصل فيه تداخل، وبعد ما بيحصل التداخل الضوء بيتحلل. احنا عارفين لما بيحصل التداخل بيبقى فيه هدب مضيئة وهدب مظلمة، فبيبقى سمك الهدبة المضيئة في محظوظ الحيود سمكها صغير بالنسبة للهدبة المظلمة بيكون سمكها كبير. طب احنا لما في الدبل سليت لما كان الضوء بيخش وبعد كده الضوء بيتحلل، فكان القانون كان ام في لامدا بتساوي ايه ساين ثيتا. كان الام دي اللي هي رقم الهدبة، واللامدا ده اللي هو طول موجي، والاي دي اللي هي المسافة ما بين الدبل سليت، والثيتا دي اللي هي بتبقى ما بين الشعاعين. طب محظوظ الحيود دون بيحلل الأضواء كلها ولا ايه؟ فاحنا عارفين ان الضوء بيتحلل، لما بيتحلل السبع ألوان بتوعه، وطبعا اللون الواحد بيبقى ليه كذا درجة، فبيبقى فرق ما بين اللون والتاني او درجة ودرجة، بيبقى فرق اطوال موجية صغير جدا، تبقى حاجات من 10 وحاجات من 100. فهل محظوظ الحيود بيعمل تداخل للاطوال الموجية الصغيرة دي؟ يبقى هو بيحلل كل الاطوال الموجية حتى لو الفرق ما بينهم صغير جدا، حتى لو فرق 1 من 10 1 من 100 بيعمله. طب احنا المسألة هنا هتيجي عاملة ازاي؟ قال قبل ما نشوف المسألة، قالك احنا في المسألة دي هيكون عايز حاجتين. اول حاجة ممكن هيكون عايز يحسب حاجة اسمها R، وعايز يحسب حاجة اسمها ايه هي الار ده اسمه resolving power. resolving power دون معناها جودة المحظوظ، يعني لما يحصل التداخل هنا هل الهدب اللي طالعة شدتها عاملة ازاي؟ طالعة هدبة مضيئة شدتها كويسة ولا هدبة مشوهة؟ دي يبقى معناها الجودة. طب القانون بتاعها قالك بيساوي لامدا على دلتا لامدا. ايه اللامدا دي بيقولك المتوسط. يعني ايه متوسط؟ يعني هو هيديك مثلا طولين موجيين لضوء وضوء، يعني هيديك ضوئين او لونين، هيديك الطول الموجي بتاع دون والطول الموجي بتاع ده. فاحنا عشان نجيب المتوسط هنا هنروح جمعينهم ونقسم على 2 كده هنجيب دي. طب الدلتا لامدا هنروح طرحين الاتنين دول من بعض هيديني الدلتا لامدا. طبعا وحدة القياس مفيش وحدة قياس لان لامدا على لامدا. طب ده لو في عايز الجودة ومديني اطوال موجية. طب لو مش مديني اطوال موجية قالك ممكن يساوي ان في ام. ايه هي الان دي؟ بيقولك عدد الفتحات اللي بتكون في الشريحة، والام دي اللي هي رقم الهدبة. طب كده عرفنا نجيب الار. طب الاي دي قلنا الاي دي اللي هي بتبقى المسافة ما بين الدبل سليت، تتجاب ازاي؟ قالك احنا بنقسم 1 على ان. 1 على ان دي اللي هي عدد الفتحات. طب المسألة هتيجي ازاي؟ هيقولك محظوظ حيود مثلا اهي، محظوظ حيود هيقولك مثلا الشريحة طولها 2 سنتي، وهيقولك في مثلا 9000 فتحة في الملي الواحد، في الملي متر واحد. طيب وهيقولك مثلا رقم الهدبة بيساوي 2، ومديك طول موجي 320 نانومتر. عايز ايه؟ عايز الار. طيب الار هنا مديني ام ومديني الان، فاحنا هنشتغل في القانون بتاع ان في ام، يبقى ان في ام. طب الان دي عدد الفتحات اللي في الشريحة كلها. طب هو مديني 9000 فتحة في الملي متر الواحد. طب انا الشريحة كلها اصلا معايا 2 سنتي، والسنتي احنا عارفين 10 ملي، فال2 سنتي بيبقى 20 ملي متر. يبقى هنضرب 20 في 9000 عشان نجيب عدد الفتحات الكلية. يبقى عدد الان ده هتتجاب ازاي؟ هنروح ضربين 20 في 9000 هيديني 180 ألف.
طب الام معانا اهي ب2، يبقى 180,000 دي هتنضرب في 2 هتديني 360,000. ده كده الار. طب لو عايزه اجيب الايه هتديني 1/n. الان اللي احنا جبناها 180,000 هنقسم 1/180,000. تمام. ده كده المحظوظ الحيود. طيب في حاجة تانية هندرسها اسمها البولاريزيشن، اللي هو الاستقطاب، اللي احنا خدنا منه خلفية عنه في اول محاضرة، اللي هو بيبقى معانا مثلا ضوء، والضوء ده احنا عارفين ان هو بينتشر في جميع الاتجاهات، فدون بنسميه unpolarized يعني غير مستقطب، فاحنا بنحط عليه مادة مستقطبة. المادة المستقطبة دي بتخليه يستقطب في اتجاه واحد على حسب المادة، وبتلغي كل الاتجاهات التانية. طيب ندرسه بتفصيل. يعني مثلا عند الضوء اهو، مصدر الضوء بينشر الأشعة بتاعته في كل الاتجاهات، فده بيبقى عبارة عن ايه؟ unpolarized يعني غير مستقطب. طب غير المستقطب دون بيطلع لنا شدة ضوء مثلا هنسميها اي داش. طب دون احنا هنعرضه على البولارايزر. البولارايزر ده اللي هو هيخليه مستقطب. طيب البولارايزر دون، طب انا عايزه استقطب الضوء ده في اتجاه معين والغي بقيه الاتجاهات، فلو عايزاه مثلا يستقطب في الاتجاه ده، فانا هيبقى الفتحه عندي في البولارايزر بالشكل ده. لو عايزاه بالشكل ده هتبقى الفتحه بالعرض. فمثلا لو انا عملته كده، الضوء هنا كل الضوء دون هيخش هيستقطب كل الاتجاهات دي في الاتجاه ده. تمام. فلما الضوء هنا هيطلع الاي داش، لا، هيطلع حاجه اسمها اي نوت. الاي نوت دي بتساوي ايه؟ نص الاي داش. يبقى هنا هيطلع نص الشده اللي دخلت للبولارايزد. طب انا خلاص استقطبت الضوء وخليته في اتجاه واحد، طب انا عايزاه مائل بزاويه. طب الزاويه عشان اخليه مائل بزاويه هنعرضه لايه؟ هنعرض النص اي داش دون لحاجه اسمها انالايزر. الانالايزر دون ايه؟ بدل ما اكون انا عايزه الضوء رأسي، لا، انا عايزاه مايل بزاويه، عشان الزاويه دي احنا عارفين ان هي هتتحلل للمركبه الافقيه والمركبه الرأسيه. فانا هشوف بقى، انا عايزه المركبه الافقيه، عايزه يمشي في المركبه الافقيه فهلغي الرأسيه، عايزه يمشي في الرأسيه هلغي الافقيه. يبقى ده الانالايزر. طب بعديها الضوء بيخرج ايه؟ كان هنا نص اي داش، الضوء هنا يخرج ايه؟ قالك الضوء هنا يخرج اي كوزين تربيع سيتا. دي الاشعه الناتجه في الاخر. طب الاي كوزين تربيع سيتا دون بنسميه ايه؟ بنسميه مالوس لو. قالك ان الاي بيساوي اي نوت كوزين تربيع سيتا. طب العالم مالوس دون حط القانون ده بناء على ايه؟ بناء على الحته دي، الانالايزر، لانها هي اللي بتطلع اي كوزين تربيع سيتا. طب الاي نوت دي اللي بتكون الهين، هو قال احنا هنا بنبقى بنعتبر الحته دي بس، فالاي نوت دي هتكون اللي هو داخله الانالايزر. فهو لو مديك الاي نوت كويس خدها واستخدم المعادله. طب هو لو مديك الاي داش في الاخر، فاحنا هنضربها في نص عشان نجيب الاي نوت، فبعد كده هنروح حاطينها في المعادله. تمام. طب الضوء هنا كان غير مستقطب بقى مستقطب. طب دون بنسميه ايه؟ بنسميه حاجه اسمها امتصاص انتقائي selective absorption. دون اللي حصل في الطريقه دي، ودي عملنا تطبيقها في ايه؟ طبقناها في النظارات الشمسيه. تمام. طب انا عندي نوعين من الاستقطاب، استقطاب جزئي واستقطاب كلي. استقطاب جزئي وكلي. قالك الاستقطاب الكلي ده اللي حصل في الطريقه اللي احنا لسه عاملينها. طيب الاستقطاب الكلي ان هو الاشعه كلها لما دخلت البولارايزر طلعت كلها مستقطبه، يعني مفيش حاجه راحت او في حاجه اهملت. طب في حاجه اسمها استقطاب جزئي. بيحصل فين الاستقطاب الجزئي؟ في مثلا عندنا في حالة الريفلكشن لما بيكون عندنا وسط، وهنا مثلا N1 و N2، فلما بيجي مثلا الشعاع بيسقط فبينعكس، وطبعا تبقى الزاوية دي هي بتساوي الزاوية دي، بيبقى هنا في عمود مقاوم. فاحنا هنا لما في جزء بينعكس وعندنا في جزء بينكسر،
فهنا في الحالة دي مبيحصلش استقطاب كلي زي اللي حصل في اللي فاتت. فهنا لما بيكون عندنا وسطين مش نفس الوسط، فلما بيكون عندنا وسطين ما بيحصلش استقطاب كلي، بيحصل استقطاب جزئي. طب قالك عشان يحصل استقطاب كلي في الحتة دي هنعمل ايه؟ قالك لازم يكون الزاوية ما بين الشعاع المنعكس ده والشعاع المنكسر ده تكون 90 درجة. طيب لما بتكون الزاوية 90 درجة، مين اللي قال الحتة دي؟ عالم اسمه بروستر. العالم بروستر قال لازم تكون الزاوية دي ب90 درجة، فهيسمي طيب الشعاع دون ايه؟ الشعاع المستقطب اللي هو البولارايزر اكسس. فالزاوية دي بدل ما تكون الزاوية المنعكسة تبقى الزاوية المستقطبة اللي هي الثيتا بي، بولارايزد انجل، او ممكن نسميها بروستر انجل. تمام. فدي بتساوي دي، فدي سيتا بي، فهتكون دي سيتا بي، دي مثلا هنسميها سيتا 2. فاحنا عندنا مثلا انت عندك عمود النقام اهو، عندك الاتنين دول ب90، واحنا عندنا الزاوية دي كلها ب180 درجة. فلما تكون الاتنين دول ب90 فمعناها ان السيتا بي والسيتا 2 دول برضو ب90، عشان يبقى مجموعهم الاتنين 180 درجة. تمام. يعني سيتا بي زائد سيتا 2 هتساوي 90 درجة. طب انا مثلا عايزة اخلي اي واحدة فيهم في طرف لوحدها، مثلا سيتا 2 اخليها لوحدها يبقى 90 ناقص السيتا بي. طب طبقا لقانون اسنيل قالك احنا عارفين ان اتنين على ان واحد بيساوي ساين سيتا واحد على ساين سيتا 2. طب انا عايزة اشغل الزوايا دي باللي احنا عاملينه، هنقول ان 2 على ان واحد هيساوي ساين سيتا واحد اللي هي دي، اللي هي بنسميها سيتا بي. هنقول ساين سيتا بي على ساين سيتا 2 اللي هي دي، سيتا 2 اهي 90 ناقص سيتا بي، هنقول ساين 90 ناقص سيتا بي، يبقى هتساوي ساين سيتا بي على، فاحنا عارفين ساين 90 ناقص الزاوية بتقلب كوزين. تمام. دي رياضة، فهتبقى كوزين سيتا بي، فساين على الكوزين هيدينا تان سيتا بي. فانا لو هيديني مثلا عايز السيتا بي ويكون عندك مديك ان 2 ان 1، هتروح جايب شيفت تان للكسر دون يديك الزاوية. مثلا مديك ان 2 وان 1 وعايز تجيب الزاوية، هتعرف تشتغل من القوانين على حسب، شوف هو هيكون مديك ايه تعرف تشتغل بس.